باقطّع الكرنبة دي افتكرت حاجة مهمة جدًا، بس قبل أي حاجة تصلّي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي رسول الله، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى عيلتكم الكريمة يا رب، اللهم آمين، يدخل عليكم وأنتم في أحسن حال يا رب العالمين، يا رب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويسدد الدين عن المدينين ويفك الكرب عن المكروبين، قولوا اللهم آمين في الكومنتات ويرزقكم الرضا وراحة البال يا رب العالمين. إيه اللي افتكرتيه بقى؟ لايك وشير وكومنت حلو، تصلوا على النبي فيه يا بنات. واللي افتكرته إن التكرار بيعلم الشطار، يعني اللي بتقطع الكرومبة قدامكوا دي ما كانتش بتعرف حتى تعمل أي حاجة فيها، وكنت ولا بعرف أسلقها ولا أقطعها ولا أختار الكرومبة الصح ولا أحشي المحشي ولا أي حاجة. فسبحان الله يعني فعلا الواحد لما بيكرر الحاجة وبيعملها كذا مرة وبيجتهد فيها بيبقى شاطر فيها. زي ما أنتم شايفين كده أنا نزلت جبت ده كرنب رمضان يا بنات كل سنة وأنتم طيبين، أنا جبت 3 كرنبات كده حلوين كبار، وقُلت بقى إيه أخلّيه تخزين الكرنب، الكرنب يعني كرنبة حلوة ورقها أخضر، ما تكونش مكبوسة أوي عشان ما تكونش مدرّعة من قلبها، زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله الورق بتاعها جميل، المَيّة بتاعة الكرنباية بنحط فيها أنا باحط فيها شوية سكر عشان الورق يبقى يعني حلو كده معايا وأخضر، والورقة البيضا تبقى بيضا. وشوية بهارات محشي بسيط كده، بسيط رشة بسيطة يعني، على أساس إن أنا لمّا أطلّعها تبقى ريحتها كده بهارات محشي، أنا باحب أحط التركاية دي، وشوية ملح صغيّرين، تمام، زي ما أنتم شايفين أنا قطّعت الكرنبة والعروق أهي، أنا طلّعت العروق وباقطّع الحتّة اللي قدّام دي كده، وبس على كده ما باهدّرش بقى في الكرنباية، ليه؟ لمّا باطلّع الورق ممكن تبقى في حتّة زيادة أو حاجة دي باحطها في الحلة من تحت، لكن العروق والحاجات دي هتترمي في ساعتها. وجِبت أطباق وجِبت أكياس ورُحت إيه، عشان عندي الفريزر مساحته صغيرة جدًا، فما عملتش كتير، هُم طلعوا معايا 5 أطباق حلوين جدًا مع فلفل وكده، ممكن يوم بقى نعمل محشي كوسة، يوم نعمل محشي ورق عنب، فقُلت حلو أوي يعني أنا مش عاوزة أكتر من 5 أطباق محشي في اليوم، يعني يقضّوني مثلًا حوالي 20 يوم لو هاعمل كل أسبوع مرّة واحدة محشي. ده هيقضّوني أكتر أنا من باخزّن مش الشهر. كتير، بس برضه بابقى عارفة إن المهم أنا أكيد في رمضان هانزل أشتري حاجات من برّه، أعمل محشي كوسة، محشي بتنجان، يعني في ناس بتخزّن الكوسة والفلفل والبتنجان والحاجات دي بتنزّل مَيّتها أصلًا في الفريزر، ما ينفعش يتخزّنوا، فإحنا داخلين رمضان عايزين نصوم ونصلي ونعمل كل حاجة، بس برضه في نفس الوقت يا بنات إحنا يعني هنبقى بصحتنا، إن إحنا ننزل ونجيب حاجتنا ونعملها حتى لو في السحور كده بالليل وإحنا قاعدين مع الولاد مش عارفة إيه، كده يبقى في وقت يعني إن إحنا نعمل حاجات بسيطة حتى لو بسيطة يعني إحنا كده بنعمل، إحنا كده يومنا في الأيام العادية في رمضان في أي وقت يومنا الأطباق دي معدوم. حلوة بقى لإن مساحة الفريزر عندي صغيرة جدًا، فالأطباق دي ما بتاخدش مساحة وبتخلّي الكرنب مفروض كده، بصراحة عجبتني جدًا في المساحة، يعني لو مساحة الفريزر صغيرة الأطباق أحلى من الكيس بصراحة. المهم حطيتهم كده في أطباق و ورتبتهم طلعوا ما شاء الله يعني كل طبق باحط فيه كام ورقة كده خضرين واحطهم بقى في الحلة من تحت وأنا باحشي المحشي كده. كل سنة وأنتم طيبين يا رب يعود عليكم الأيام بخير اللهم آمين. أنا عندي روتينات كتير جدًا هانزّلها لكم، ممكن أكون اتأخرت شوية في تنزيلها، بس هانزّلها يعني خلاص أنا تعبت فيها وصوّرت وكده، وبسلة وطماطم وحاجات بتريكات هتعجبكم جدًا. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلِك مني كل جديد، ويدخل علينا كده رمضان وإحنا في أسعد حال يا رب اللهم آمين. ودعواتكم ربنا يشفي كل مريض يا رب اللهم آمين. وكده أكون خلصت معاكم الفيديو، إيه رأيكم بقى في طريقة تخزين الكرنب؟ ما تنسيش تقولي لي في الكومنتات، باقول لِك أحط اللايك وتقولي لي في الكومنتات بتخزنيه إزاي. مع ألف سلامة يا أخواتي.